سلام البنات، لاباس عليكم بخير؟ هاني اموركم مزيانه؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله عندي لكم واحد العرض رائع من عند مناحل سوس، طبعا اللي غنيه عن التعريف ومعروفه بالجوده ديالها فيما يخص منتجات المجاليه بحال العسل، بحال الاملو، الزيوت كذلك، يعني شي حاجه اللي هي عندها حاصل على شهاده الجوده، طبعا الايزو. المهم عندها هذا فرع ثالث ديالها ديال اللي غيتحل ان شاء الله في الدار البيضاء. افتتاح عندهم النهار الأحد. راه شاركت معكم واحد الباك رائع بزاف، هي ما تفتلتوش الصراحة الله. أنا شوية غنشارك معكم يعني التفصيل ديالها. المهم ضروري تشوفوا بالنسبة الفيديو من الأول. طبعًا غنشرح لكم هاد العرض شنو فيه بالضبط. المهم أنا دابا جيت للدار. بالنسبة الباك ديال الافتتاح يعني خاص بالافتتاح كاين في الدار البيضاء. بالنسبة للمكان اللي هو كاين شارع، ها هو شارع بيرن، حي مستشفيات الدار البيضاء. راه جاي في التقاطع مع دومارس، يعني ملي كتوصلوا لدومارس راه كاين هاد الزنيقة هادي تما في دومارس، يعني في التالي ديال تقريبا ديال دومارس قبل ما توصلوا الكنيسة. بالنسبة للباك نشرح لكم الباك بالضبط شنو فيه. فيه عسل الدغموس، ها هو 500 غرام، وكتعرفوا الدور ديال يعني العسل ديال الدغموس على الصحة، كذلك على مثلا الناس اللي عندهم ليكيست. يعني مهم بزاف عسل الدغموس، يعني اي امرأة واي راجل راه خصو ياخذ صراحة عسل الدغموس، سواء كان عنده مشكل او لا ما عندوش، لان حتى الهرمونات كيلعب على الهرمونات. مهم كذلك بالنسبة وتيقتل الخلايا السرطانية، الدغموس كيقتل الخلايا السرطانية. بالنسبة كاين عاوتاني كيلو ديال العسل البرتقال. كتعرفوا العسل الحر الثمن ديالو طبعا راه مرتفع، ماشي هذا. بالنسبة للعسل البرتقالي عندكم كيلو كامل. كذلك العسل ديال الأعشاب 900 غرام. بالنسبة لعسل الأعشاب هنا راه جامع مجموعة ديال الأعشاب، كاين كتلقاو معاهم الدغموس، كتلقاو الشوك، يعني بزاف ديال الأزهار. مهم كلهم كاينين في، يعني مجموعين في، يعني في قنينة وحدة، اللي هو عسل كيتسمى عسل الأعشاب. كتعرفوا أن النحل كيرعى يعني في الجبال، تيرعى في المراعي إلى آخره. فملي كيطلع للجبال دونك راه كيجيب يعني الرحيق ديال ديك المنطقة، يعني كتكون أعشاب، يعني بعض المرات كتكون ما معروفاش، يعني مجموعة ديال الأعشاب كيرعى فيها، دونك تيعطي العسل يعني واحد الجودة اللي هي مهمة بزاف ومعروفة. وراه تيكون من أغلى أنواع العسل، اللي تيكون العسل ديال الجبال. عندكم كذلك آملو باللوز والعسل. غزال هادشي كنقول لكم، هادشي راني ضايقاه وراني واكله، لان الاخت ديالي كتخدم معاهم طبعا راه عارفه هادشي راه كناكلو دائما، يعني عسل حر. وكذلك بالنسبه للاملو خطير بزاف، هذا الاملو واعر. هذا املو باللوز والعسل الحر. يعني كاين واحد املو اللي كيكون فيه الناس ديال السكر، يعني ما تيكونش فيه العسل. اما بالنسبه لهذا راه املو باللوز والعسل 700 غرام. راه الا شريتوها غير بوحديتها تبارك الله راه دايره الثمن. هي نورمالمون كدير هي 100. انا مازال غندوز لكم هذا الباك هذا. نورمالمون كدير 190 درهم 700 غرام. فحتى في البروموسيون في هذا من غير مثلا الناس اللي ما يبغوش الباك، راه كاينه البروموسيون راه دايرين فيها 120 درهم حتى هي بروموسيون، ولكن نورمالمون الثمن كيكون 190 درهم. هذه كنقول لكم على 700 غرام. كذلك الارغان، اللي هو كتعرفوا ارغان تبارك الله راه غالي ماشي رخيص. هذا ارغان غذائي. كاين ارغان جميلي راه غتشوفوه في الباك الاخر ديال اللي هو انديفيديوال ممكن نشريوه. اما في الباك هذا عسل غذائي يعني كيتكال، ممكن تاكلوه، ممكن ديروه في سلطه. هي ديال القنينه ديالو كما شفتوا هي هذه. هذا عسل غذائي. كاين عاوتاني الخلطة الرباعية. هاد الخلطة الرباعية راها دواء، يعني ماشي دواء، هي كتخاد يعني هي مقوية للمناعة، بحال كتاخدوا الدواء. هي راه ماشي دواء طبعا، ولكن راه بحال كتاخدوا الدواء. علاش؟ لانها كتطلع لكم المناعه. فيها مجموعه من الخلطات، فيها الجولي رويال، فيها البولين، فيها العسل ديال كنظن الشوك دايرين وقيله. المهم تنتاكد لكم حيت ما باش نقرا لكم لومبالاج. اكيد غنبقى مره ندير لكم فيديوهات باش هكا نشرح لكم. المهم هاد الخلطه الرباعيه راه كياخدوها الناس، يعني كيخلوها في الدار بحال شي دواء، كيبقاو دائما ياخدوها الصباح اولا بالليل باش كتقوي لهم المناعه. هذا راه كتصلح حتى للدراري الصغار حتى هما كياخدوها، يعني راه مهمه بزاف. وزعفران الشعره راكم عارفين غني على التعريف. غرام واحد ديال الزعفران اللي هو هذا. هذا فيما يخص الباك ياك. غندوزو دابا بالنسبه هادشي كنقول لكم هذا الخاص يعني بالعرض ديال الافتتاح. يعني هذا الباك هذا العرض راه يكون من كنظن من واحد، ها هو نعطيكم التوقيت، من 1 إلى 10.
أكتوبر، يعني الافتتاح غيكون نهار الأحد. طبعًا اللي بغى يلتحق مرحبا به، راه حتى أنا غنكون تما إن شاء الله في هاد في هاد الموقع هذا، في شارع بيرن، حي المستشفيات. يعني اللي بغى يحضروا الافتتاح مرحبا بهم. كذلك بالنسبة للعرض الثاني اللي هو في حالة مثلًا كل واحد كتعرفوا الظروف المادية، راه ماشي كلشي غتكون ميسرة له، يمكن ليه ياخذ هكا، يعني ياخذها هكا بوحديتها. بالنسبة لزعفران شعرة ها هو دايرين، راه المهم سمحوا لي الورقة راها بنتي عرفتي كم مشاتها لي باش نعطيكم التفصيل. بالنسبة لزعفران شعرة دايرين له 25 درهم للغرام طبعًا. بالنسبة للعسل الدغموس هو كيدير 300 درهم للكيلو. هاد العرض هذا بالنسبة اللي بغات تاخدوها بوحديتها 200 درهم. تبارك الله 200 درهم راه حاليا ما تاخدلكش حتى العسل ديال عادي ديال المحل اللي كيكون معلف، ماشي راعي. هذا هو الفرق باش تكونوا عارفين الفرق بين العسل المعلف والعسل اللي هو راعي، اللي هو النحل ديالو راعي. مهم بلا ما نقول لكم ماركات راكم كتعرفوهم ديجا. 200 درهم راه كيلو ديال العسل ديال التغموس 200 درهم. كتعرفوا البرد دابا راه هادشي هادو هما العسل اللي غنحتاجوه دائما، الدغموس الزكوم، المهم هادو كاملين كيتحتاجوا بزاف في هاد الاوقات هادي. الاملو ها هو 200 درهم 120 درهم عوض 190 درهم ياك. كذلك الحبوب اللقاح، هذه حبوب اللقاح بالنسبه 100 غرام كدير 30 درهم في عوض 40 درهم. هاد نورمالمون حبوب اللقاح بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه، اللي عندهم الحساسيه د الربيع، من الافضل يتفاداوها، لان هما ديجا كيكون عندهم حساسيه د الربيع، اذا كتكون عندهم حساسيه ديال حبوب اللقاح، فمن الافضل يتفاداوها. ولكن الناس اللي ما عندهمش حساسيه ديال هاد الماده هذه ياخذوها، بالعكس راها مفيده بزاف. ها هي كدير 30 درهم عوض 40 درهم. عندي واحد الوصفه دابا نقولها لكم ان شاء الله، ديال الناس اللي مثلا كيكونوا عندهم مشكل تاخر الحمل، اولا كذلك تيكون عندهم بالنسبه للرجال سرعه القذف، مشاكل جنسيه. كاينه الوصفه راه نيت كتلقاوها كاينه في هذا المحل هذا، اللي هي حبوب اللقاح زائد الجولي رويال زائد العسل ديال الدغموس او العسل ديال الشوك. كتخلطوهم، يعني هاد القرعه مع قرعه كاملين كتخلطوهم وكتبقى تاكلوا معلقة في الصباح على الريق، ومعلقة في الليل على الريق قبل ما تنعسوا، أولا معلقة وحدة في الصباح، أولا حتى تبغي تنعس مثلًا بالنسبة للرجال حتى يبغيو ينعسوا من الأفضل. يعني راه مقوية بزاف ومهمة، المهم ما عطيتش تفسير كتر ولكن راه مهمة غزالة بزاف. هذا العسل عفوا زيت الأركان الجميلي هذا خاص بالبشرة، كيدير فقط 35 درهم بعوض 70 درهم، راه النص ديال الثمن. هادشي اللي كنقول لكم راه خاص بالتجميل، هذا كيدار للوجه، اما الاخر لا هذاك ما كيدارش للوجه. هنا باش تعرفوا الفرق بين هنا وهنا. كاين كذلك عسل الاعشاب اللي ما شفتوا ها هو 900 غرام فقط ب 60 درهم في عوض 120 درهم، يعني راه نص بالنص. طبعا هذا العرض خاص بالافتتاح ومهم باش الانسان كتعرفوا يعني الناس كيولفوا المحل وكذلك كتاخذوا منتوجات كما كتعرفوا على التعاونيه راه كتقرب بزاف كتحاول تقرب بزاف لاكثر المواطن. وعندها محلات راه عندها في اسواق السلام، عندها في لي سوبر مارشي كتلقاو هاد الفروع ديالها. كذلك كاينه هي في الرباط، بالنسبه للرباط كاين رابا سانتر، ها هي 143 اكدال. كاينه كذلك في اكادير دوار تيورار جماعة أمسكرود عمالة أكادير الدوتانان. مهم راه كتشوفوا التليفونات ديالهم، اللي بغات شي تليفون تسكرينيه. توصيل كذلك بالنسبة لداخل الدار البيضاء راه كاين توصيل العين يعني التوصيل يعني حتى ادوميسيل فيما كنتو، سواء كنتو في البيرو او لا في الدار ديالكم. يكفي انكم تواصلوا مع وحده من هذه الارقام، راه نخلي لكم الارقام في صندوق الوصف بالنسبه للدار البيضاء باش تكون يعني يعني كتكون قراب اكثر. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وما تنساوش ندير لايك وبارطاج، ومرحبا بكم جميعا.